حكاية عملاق الشاشة يحيى شاهين. يا أهلا بيكم. تعالوا النهاردة أحكي لكم حكاية راجل كان مالي الشاشة هيبة ووقار، فنان من ريحة الزمن الجميل. الحكاية بدأت في مية عقبة في الجيزة سنة 1917. هناك أتولد طفل اسمه يحيى شاهين. كان ولد ابن بلد بجد، ملامحه مصرية أصيلة وعينيه فيها نظرة ذكاء وطموح ملوش آخر. نشأ وسط الحواري والبيوت اللي كلها دفى، وكان حلم الفن بيكبر جواه مع كل يوم بيعدي عليه وهو بيتمشى في شوارع القاهرة. يحيى دخل مدرسة السعيدية، ودي كانت مدرسة العمالقة، ومن بعدها دخل مدرسة الفنون والمنسوجات. تخيلوا سي السيد وهو لسه شاب صغير بيتعلم ازاي ينسج القماش، لكن قلبه كان بينسج حكاوي تانية خالص على خشبة المسرح. كان صوته القوي وحضوره طاغي من وهو لسه طالب، والكل كان بيحس ان الشاب ده وراه سر كبير، وان المسرح هو مكانه الحقيقي مش المصانع والمنسوجات. وفي يوم من الايام الدنيا ضحكت له وفتحت له ابوابها لما شافته الفنانة الكبيرة فاطمة رشدي. فاطمة بذكائها عرفت انها قدام موهبة جبارة وضمته لفرقتها المسرحية. يحيى شاهين بدأ يخطو اول خطواته الاحترافية، وكان بيمثل بكل جوارحه، بيقف قدام ستات المسرح بكل ثقة. ومن هنا بدأت الناس تعرف ان فيه نجم جديد طالع في السماء، نجم ما بيقلش عن الكبار اللي سبقوه. والسينما كمان ما كانتش تقدر تسيبه. في سنة 1940 كانت الانطلاقة الكبيرة في فيلم دنانير. تخيلوا البداية تكون قدام مين؟ قدام كوكب الشرق أم كلثوم شخصيا. يحيى أثبت وجوده والناس بدأت تحب طلته على الشاشة. كان بيجمع بين الوسامة والهيبة، صوته الرخيم كان بيدخل القلب من غير استئذان، وبقى يحيى شاهين هو الفارس اللي المخرجين بيدوروا عليه. لكن لو سألت أي حد إيه أكتر دور علم معاك ليحيى شاهين؟ هيقولك من غير تفكير سي السيد. في ثلاثية نجيب محفوظ، يحيى شاهين رسم شخصية أحمد عبد الجواد ببراعة مفيش زيها. الراجل الشديد في بيته اللي كلمته سيف، وفي نفس الوقت ابن النكتة المنطلق بره البيت. يحيى خلى الشخصية دي تعيش معانا لحد النهاردة، وبقى هو الرمز للقوة والجبروت والحضور الطاغي. ومش بس سي السيد، ده كمان هز مشاعرنا في فيلم شيء من الخوف بدور الشيخ إبراهيم. فاكرين لما وقف وقال جواز عتريس من فؤادة باطل؟ الكلمة دي لسه بترن في ودانا. يحيى شاهين كان بيعرف يتلون مع كل دور، مرة الجبار ومرة الشيخ الورع اللي واقف في وش الظلم. كان فنان بيحترم عقلك وبيلمس روحك بكل كلمة بيقولها. لكن بعيد عن الأضواء والكاميرات، حياة يحيى شاهين كان فيها وجع كبير. اتجوز في الأول من سيدة مجرية وعاش معاها أيام حلوة وخلف منها بنتين زي القمر. كان فاكر إن السعادة هتفضل للأبد، لكن الرياح جت بما لا تشتهي السفن. حصلت مشاكل، وللأسف الست خدت البنات وسافرت بيهم على المجر وحرمت منهم لسنين طويلة. يحيى عاش فترة صعبة جدا، الوجع كان بياكل في قلبه وهو مش قادر يشوف بناته ولا يضمهم. دخل في حالة من الحزن والوحدة، وكأن الفن هو المهرب الوحيد ليه. كان بيمثل الوجع بصدق لأنه كان عايشة بجد. فضل سنين شايل الشوق في قلبه ومستني اللحظة اللي يقدر فيها يطمن عليهم، لكن البعد كان قاسي والمسافات كانت أبعد مما يتخيل. وسبحان الله، ربنا عوضه خير لما اتجوز السيدة مشيرة. لقى معاها الاستقرار والحب اللي كان مفتقده، وربنا رزقه منها بنت سماها داليا، وكانت هي قرة عينه وعوض الجميل عن كل اللي فات. يحيى كان أب حنون جدا، وكان بيحب يقضي كل وقته مع أسرته الصغيرة بعيدا عن دوشة الشهرة والتمثيل، وكأنه لقى أخيرا المينا اللي هيرسي فيها. يحيى شاهين فضل يعطي للفن لحد آخر لحظة، واتكرم من الدولة بامتياز وخد جوائز كتير تقديرا لتاريخه العظيم. وفي سنة 1994 رحل عنا في هدوء وساب لنا ثروة فنية هتفضل عايشة للأبد. يحيى شاهين ما كانش مجرد ممثل، ده كان حتة من تاريخنا. راجل عاش بقلب طيب ومات وهو سايب سيرته العطرة في كل بيت مصري. الله يرحمك يا عملاق الشاشة.